للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات. قال الله بعدها: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذه إذا نظرنا للسياق وجدنا أنها تتحدث في ذات الموضوع الأول اللي هو التوحيد. قل أي شيء الشرك. لا أي شيء أكبر شهادة. صحيح. قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم. فكأنه يقول: هل هناك أحد أشد ظلما ممن يفتري على الله الكذب فيقول أنا نبيه وأنا مرسل من عنده وهذا الكلام الذي آتي به كلام الله، ثم يتركه الله عز وجل يعني يعبث بعقول الناس وينتصر ويحقق ذا ويموت ميتة جميلة جدا ولا ينكشف للناس أمره؟ لا يمكن. هذا هو أظلم الخلق، والله عز وجل أكرم من أن يخدع العباد بمثل هذا. الله أكبر. أي لا بد أن ينتقم منه. نعم. لكن الظاهر والله أعلم أنها في التوحيد، وهي أيوة. أيضا تشمل هذا أن أظلم الظلم هو الافتراء على الله أن له شريك. الشرك. نعم. يعني قصدي لها ارتباط بهذا. هو لها ارتباط. نعم. لأنه قال ومن أظلم، يعني كان معنا لا أحد أظلم. نعم. وطبعا سبقا مرت علينا هذه الآية آسف هذا الأسلوب في البقرة. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وسبقا قلنا أن العلماء لهم في تخريج هذا نعم عدة تخريجات، لأنه هناك قالوا من أظلم ممن منع مساجد الله، وهنا قالوا من أظلم ممن نعم افترى على الله كذبا. فإنهم يكونون كلهم في الظلم سواء. يعني لا أحد أظلم من هذا وهذا 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 الذي يذكر، فيكونوا في مرتبة واحدة. وأن هذا من أشد أنواع الظلم والافتراء. نعم. يعني مرتبة الأظلمية واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثة كذا، وهكذا. أو أنه في كل باب من بابه، لا أحد أظلم في الكذب ممن ادعى الشريك على الله، ولا أحد أظلم في ما يتعلق ب يعني منع العبادات من يمنع مساجد الله وهكذا. نعم. سبحان الله فعلا. يعني لاحظ هنا في الآية وآيات لا زالت متصلة سورة الأنعام الحديث عن الشرك وتقبيحه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني أو كذب بآياته. فيعني هذه يعني وجهان في مرتبة واحدة. أيوة. يعني النوع الأول هو الافتراء الكذب، يعني الشرك بالله والزعم بأن له شريك. نعم. والثاني التكذيب بآياته برسله بأنبيائه. نعم. لأنه هذا من لوازم الإشراك، لأنه إذا أشرك فقد كذب بالأنبياء. صحيح. الله أكبر. صحيح. ولذا قال في خاتمتها إنه لا يفلح الظالمون للدلالة على ظلمه. أي نعم. نعم. لأنهم ظلموا لأنهم قالوا على الله بالباطل. صح. وادعوا له الشريك وهو قول بغير علم. أي نعم. وأيضا ظلموا لما كذبوا، يعني ظلموا أنفسهم أيضا بتكذيبهم. صحيح.